السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بس ما كنتش هقطع، يمكن اتكلمت صح. كلامي صح؟ اول مره تتكلم صح. اول مره. بس في نقطه هنا يعني في ملاحظه عليها. اتفضل. انت بتقول خالد بيبو اللي بيهاجموا ما تهاجموش خالد بيبو، هاجموا الاداره، ما يقدروش يهاجموا الاداره. ده بقى اللي بيقول لك ايه، ساب مش عارف ايه ومسك ايه. معلش انت عايز يعني ليه يهاجموا اصلا؟ سيد عبد كان عمل ايه؟ كابتن بص ماليش دعوه كده. لا عمل لا ايه؟ لا مش انا كاداره عندي استراتيجيه ان انا لا دلوقتي ان انا اقدم وجه جديد يا عم. لا يكون كادر محترم. لا في مشكله. لا مفيش مشكله. لا في مشكله. انت عارف كام سنه؟ ماليش دعوه كام سنه. انت ما مشيتش على فكره سيد عبد الحفيظ نفسه وده من الشخصيات المحترمه كده يقول لك لازم يبقى في لا 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 سيبك من الكلام ده. انا مش هحب نفسك اكتر منك، تمام، او مش هحبك اكتر من نفسي. متفق معاك. واخد بالك؟ هي المشكله كلها دلوقتي هو القرار بتاع خالد بيبو اللي جه قال للجماهير انا جاي وفرض، ولا مجلس الاداره اللي جابه؟ ايوه ماشي، بس خالد بيبو عمل ايه يا كابتن؟ ايوه ما انا يعني قول لي يا حبيبي، ما انا بتكلم على اللي بتهاجموه ليه. مش هو صاحب القرار. القرار ده بتاع مجلس اداره. تمام، واخد بالك؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، انا قلت لك سابوا مش عارف ايه ومسكوا في ايه. طب انتوا خايفين تمسكوا في الاداره ماسكين في خالد؟ ما خالد مش هو صاحب القرار ان هو ماشي سيد عبد الحفيظ واجيبه واجي انا يعني. انت واخد بالك؟ دي خلاص. لا انا زعلت جدا من الهجوم ده يعني الحقيقه. لا ما هو بص اسمعني، ما انت لازم تعرف ان في كتايب ولجان ومواقع، والمواقع دي ما بتشتغلش لكده لوجه الله. في حد بيحركهم زي ما احنا كده، في حد بيحركهم علينا وعلى ده وعلى ده وعلى ده. ما خلي بالك الناس الفاهمه اللي هي ما تقعدش على التليفون لما تسمعك بتقتنع بكلامك. هي دي الناس الفاهمه اللي بعيده عن ان هي تمسك تليفون وتشتمك. اللي بيشتمك ده وبيخش فيك ده موجه، ده بيقبض. واخد بالك؟ ده شغال تبع موقع لجنه المواقع الالكترونيه، كل الكلام ده، فكله بيستفيد دلوقتي. واخد بالك؟ انما اللي هو الراجل العادي المحترم اللي بيحب الكوره بجد وبيحب الاهلي بجد ومنتخب مصر بجد والزمالك بجد، كبيره لما يقول لك يا رب النصر النهارده للاهلي او للمنتخب او للزمالك، ده يوم ما يكتب. لما بيخسر يقول لك ده الراجل المحترم، يقول لك السبب مثلا فيتوريا، كولر، اوسوريو، ده الراجل المحترم. انما يسيب الجوهر اللي هو سبب في الهزيمه ويقول لك انت بتتكلم ليه عن الاهلي ليه؟ انت بتنتقد ليه؟ انت مش عارف. وطبعا انت عارف بقى الاسلوب كمان وده بيبقى سكريبت مكتوب لهم. تلاقي اول واحد بيقول والثاني والثالث داخلين مثلا 600 واحد ورا بعض بيقولوا نفس الكلام. عشان ما نروحش حته الاداره اللي انت اتكلمت فيها، الحقيقه حته الاداره انا بشوف ان اداره النادي الاهلي يعني قبل ما اروح لك في الجزء الفني وده الاهم، يعني انا هقول لك النقطه دي ونتكلم فني. بتعمل عليها بتجيب لعيبه باستقرار، فلوس اللعيبه مستحقاتهم. هو النادي الوحيد اللي معسكرات موجوده في بره. مش عايزين بقى نقعد نطبل لا انا ما بطبلش، هو ده الحقيقه على ارض الواقع. لا على ارض الواقع بتجيب معاك فلوس وبتجيب لعيبه، مش هي اللي لا هو انا عايز من اداره جايبه 5 بطولات للفريق في موسم واحد. طب وايه يعني؟ طب نجاح ما بعده نجاح الحقيقه اللي قبليه. ما هي يعني الزمالك اللي قبليه يا عم. الزمالك سيبك، ده هم ما يتلم. ده كان عندك واحد مضيع الدنيا. طب بس خلاص سابها عمرها ما بتحصل. ده يبقى اداره هي اما بتبقى كويسه. لا في اداره، بص في اداره انت مش اداره حلوه عشان لا يا حبيبي انت سبتها عشان تدمر، وفي اداره تانية انت بتساندها بمجرد ما تقول ايه تخسر ماتش. انت لسه بتتكلم بتقول ايه احنا بدانا الموسم. بدات الموسم والحكم عشان مش محمود البنا ولا عبد العزيز السيد ولا مش عارف امين عمر، عشان كده انت خسرت امبارح. لا ليه يا كابتن؟ ثانيه ماتش السوبر الاهلي. لا ما هحافظ على الكلام بتاعك يا كابتن. لا اتكلم ورد عليا. لا مالناش دعوه. لا الحكام بتوعنا ناس كويسين ومحترمين بشهاده الزمالك في ماتشات الاهلي والزمالك كتير. ماتش السوبر انا هسالك، ماتش السوبر للاهلي وبيراميدز ضربه الجزاء اللي حسبت الكهرباء كانت ضربه جزاء يا كابتن. انت بتجيب حاجات ما اشمعنى بقى امبارح تقول لي كانت ضربه جزاء؟ طب انا هسالك سؤال، الهدف اللي جابه الكهرباء لو انت لعيب كوره حرام عليك، ده انت لعيب كوره فاول، ده انت لعيب كوره يا كابتن. انما ضربه الجزاء ضربه جزاء ما اختلفتش عليك. انت لعيب كوره يا عم. انا اقول لك لو الكوره على الارض وانا لمست الكوره ما لمستش ايدي. لا لمست وخدت الكوره بالراجل. احنا مش كنا قاعدين اول ما دخلت قلنا ايه؟ قلنا فاول. جون. لا في الاول قلنا جون. لما اتعادت من ورا الراجل واخد رجله بايده، يعني واخد الكوره الكوره على الارض يا كابتن. ماليش دعوه، الراجل حاطط ايده عليها كده. الراجل ده الشناوي في ماتش المصري مش مسيطر عليها يابا. افهم. طب استنى، في ماتش المصري الشناوي ايوه ما انت حاجات مشابهه في ماتش المصري. يعني عزيز السيد ده اللي ما ربنا مش هيكرمه. ليه؟ هقول لك ليه. هقول لك ليه. حكامنا لا وحشين. لا وحشين. ولون الفانيلا بص، ما انت الكوره عندك وحشه في كده. ما انت دلوقتي عندهم اخطاء. قول لي عنده اخطاء
لا في اخطاء لا بتحصل. لا انا بقول لك وعلى الاهلي وعلى الزمالك. بص لكن ما تشككش في حاجات معينه. يا حبيبي ماشي، بس هو مش ما اخطاش الكره. الشناوي هو اخطا وما لمسش حد، اتحسبت فاول ازاي؟ اديني انت عقلك. خطا. خطا ايه؟ خطأ. ما ضيع الفرقه، هيطلع الاهلي من كاس مصر. وارد. طب والخطا الثاني اللي هو البطولات حسين الشحات، بتيجي الفرق نتيجه اخطاء حكم، نتيجه اخطاء لعيبه الفريق الاخر. انت مش عايز تصلح، احنا جايين عشان نصلح. احنا بنتكلم على الاهلي والزمالك. ايوه عشان نشوف كوره كويسه. طيب انت خسرت امبارح، الحكم خسرك في ضربه الجزاء، انا معاك. طيب مش دي كانت هتفرق؟ هتفرق. طيب ماشي ما برضه كانت هتفرق. كابتن ما كانش في ضربه الجزاء برضه يا كابتن، بس يعني الحكم كان بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي بعصبيه. لا غير كده كابتن، عشان مفكرين ان هو حكم مصر، بس هو كان بيضيع وقت. هو اللي كان بيضيع وقت. مين اللي قال ده؟ لما كان بيوقف الكوره دقيقتين وثلاثه وهو بيدي الفاول. اداك 10 دقايق هيعمل لك ايه؟ ودي الشوط الاولاني 5، ادي ربع ساعه شوط ثالث. وانا في كامل اموري البدنيه. انت واحد. بص هقول لك على حاجه، والله العظيم والله العظيم في حاجات حصلت قبل الماتش ده لو قعدت لغايه دلوقتي تلعب. شوف من امبارح ماتش الاهلي كان الساعه كام؟ 9. النهارده الساعه كام؟ داخلين على 12 اهو. لو قعدت تلعب من امبارح لدلوقتي مش هتكسب، لان ربنا كاتبها مش هتكسب. ليه فني اول لا سيبك، هتكلم الاول الحاجات اللي هي خليتك وصلت لكده، وبعد كده هكلمك فني. عشان كل ده خلي بالك، انا عايز اخد كابتن ابو ماشي. بص خد الفني. انا مش هديك الفني، انا هديك بس افترى لعيبه الاهلي ما تروحش المنتخب ولازم تمشي والكلام ده. مشيوا. دي رقم واحد. رقم اثنين سيد الحفيظ، واخد بالك؟ رقم ثلاثه المدرب. وانا قلت لك الكلام ده، وقلت قبل كده مدرب قليل فنيا، لان هو السبب. انت لسه جاي لك امام عاشور ولسه جاي لك رضا سليم، ده مهما كانوا لعيبه كويسه لازم يشموا الملعب على فترات. يعني بيرسي تاو ده اللي هو مكسبك السنه اللي فاتت كل البطولات اللي انت خدتها وله بصمه فيها، ما يلعبش من بدايه المباراه. واخد بالك؟ امام عاشور لعيب كويس وكل حاجه، بس ما يبداش. نزله اخر ربع ساعه وانت كسبان. نفس الكلام رضا، شممهم بس بعد ما تكسب. واخد بالك؟ تغييراته حتى ادالوه تصريح بيقول لك ايه، هو الجماهير بتطالبني ان انا اغير من اول الماتش. هو انتم يعني بدري شويه. انت يعني اللي هينزل ده هيكسبني ولا هيغير طريقه اللعب؟ طبعا في لعيبه بتنزل بتغير طريقه اللعب، بس انت عشان بياكد على كلامي ان هو ضعيف فنيا. انت طبعا 5 بطولات وتقولي ضعيف. نفس الكلام بتاع موسيماني. هترجع تاني موسيماني سبقه ومشي. لا بس مع الفرق. لا مع الفرق ايه؟ اقسم بالله ما في فرق. لا مع الفرق. اقسم بالله ما في فرق. انا ما شفتش الاهلي لعب كوره. الاهلي ما بيلعبش كوره. الاهلي ما بيلعبش كوره. الاهلي ما بيلعبش كوره والله ما بيلعب كوره. لا فنيا بقى كابتن ابو دهب. مش هقعد اتكلم انا معاك في الامور الفنيه وجنبك محلل فني اخر. طيب يعني اسلام جاب لنا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح في الامور الفنيه الخاصه بالتحكيم والامور التحكيميه اللي احنا بنتكلم عليها، وهدف كهرباء. سمعته امبارح صحيح ولا لا؟ سمعت الكابتن محمد صلاح امبارح في كذا طيب اخد رايه ونتكلم كده، عشان برضو احنا النهارده اول حلقه لينا في البريمو في الاسبوع، وبالتالي طبعا كلامنا على الاهلي والامور التحكيميه احنا جبنا سيرتها، فبالتالي كابتن محمد صلاح عبد الفتاح حكمنا وحكمنا السابق، وكلامه وتحليله لمباراه الامس في الامور التحكيميه. كابتن محمد تحياتي ليه؟ كابتن فاروق ازيك؟ وتحياتي لكابتن رضا وكابتن ابو الدهب. كابتن محمد ازيك يا كابتن؟ احنا دخلناك يا كابتن قبل ما كابتن ابو الدهب يعني يقول رايه الفني، عشان كابتن رضا معترض على بعض الوجهات النظر الخاصه بالامور التحكيميه، منها هدف كهرباء الحقيقه اللي اتلغى. اخد رايك في التفاصيل كلها، مش هدف كهرباء بس يعني. لا انا قلت لك ضربه الجزاء انما الهدف مش هدف. طيب ابتدي بالكره دي بتاعت كهرباء اللي هو الهدف اللي اتلغى يا كابتن. الهدف اللي اتلغى. طيب بص انا هقول لك على حاجه عشان يعني الناس يعني موضوع القانون والتعديلات والمفاهيم يعني في حالات كده لما بتحصل كل فين وفين الناس بتعرف تفاصيل في القانون ما بتبقاش عارفاها، وكويس انها بتحصل. انا بعت لك يعني انا هيظهر معاكم نص القانون دلوقتي. يعني خلي بالك هي اللعبه سهله وخدت جدل، لكن هي في القانون محسومه على فكره. وبالنسبه لنا كحكام اللعبه سهله والقرار سهل. يعني لو نص القرار يتعرض قدامنا كده مع بعض حالا. اتفضل يا كابتن اتفضل. هتلاقي نص القانون بيقول لك ايه، ان لو اللاعب حارس المرمى لو مستحوذ على الكوره ما ينفعش اي لاعب ينافسه. وكمان بقى ولعبه كهرباء امبارح والهدف اللي اتلغى الكوره كانت على الارض وايد الحارس كانت على الكوره، فهو حتى القانون موضح ويقول لك حتى لو كانت الكوره على سطح الملعب وايد الحارس على الكوره فهنا يعتبر مستحوذ على الكوره فلا يجوز منافسته. خلاص مجرد انت بتاخد منه الكوره بالشكل ده هنا دي مخالفه. والحكم كان قراره في الملعب على بس دي يعتبر سيطره كامله كابتن، يعني برضو لما تبقى الكوره هو محوط عليها غير لما تبقى كده الكوره. يا راجل لا الراجل سيب الراجل بيشرح القانون كمان عايز تعرف القانون، عايز تطلع القانون. لا مش هسأل القانون عشان انا بتكلم فيرو ده كابتن. انا بتعرض لمواقف زي كده، انما دلوقتي بقول لك لسه في تحديثات. يعني انا بتعرض انا جبت جوال بالشكل ده كتير. التحديث الجديد من شهر 7 يا كابتن محمد صح؟ مظبوط. انا عايز اقول بس للكابتن فاروق حاجه، هو الفيصل هنا احنا هنا بنتكلم ما بنقولش اراء، انا بنقول القانون بيقول ايه، قانون اللعبه بيقول ايه.
تمام. بس اتفضل يا كابتن اتفضل. وبعدين اقول لك حاجه يا كابتن رضا، اصل كابتن محمد فاروق عمل بوست على صفحته بعد الجون ما اتلغى، فهو بيدافع عن البوست. هو بيدافع عن النادي الاهلي. هي مش فكره بص، بس هي انا يمكن جبت جوال كتير كده يا كابتن، ان مثلا حارس المرمى ما كانش القانون من شهر 7 نرجعه تاني. القانون من شهر 7 والنبي كنت قلت للحكم فاروق جابها من سنه مش عارف 2000. ماشي يا كابتن خلاص. ما كانش يعني قصدك ان احنا قدام يعني؟ لا دي التعديلات الجديده اللي بعرف يا حصلت. كابتن. التعديلات الجديده اللي حصلت اللي يعني اكثر الناس مش ده يعتبر استحواذ يا كابتن من حارس المرمى كامل. خلاص هو انت عارف انا قصدي مقصود ايه، ان انت مش مستحوذ على الكوره بكامل، يعني بايديك الاثنين مثلا، انت ايد واحده عليها يعني هو يا ريت بس نعرض نص القانون يعني. خلاص احنا عرضناه يا كابتن، عرضناه عشان نشوف. تمام. المشكله يا كابتن بعد اذن حضرتك يا كابتن صلاح، امبارح كنت بسمع الحته دي في الراديو، كان في الراديو في الناس اللي بتحلل كان مدرب مش هقول اسمه، مدرب حراس مرمى، فلما اتسال على الكوره دي قال لك الراجل في القانون الجديد طالما حط ايده عليها يعتبر ان هو بيستحوذ عليها. تمام. دخل واحد لسه ماسك قريب في لجنه التحكيم مش هقول برضه اسمه، وقال لك لا الكوره جول زي فاروق كده. قال ايه؟ قال لك الكوره جول. حصل انت اكيد طبعا انت سمعت المكالمه. ايوه طبعا حصل. واخد بالك؟ لا ده ايه، ومرشح ان يمسك رئيس لجنه الحكام. لا هو مش موجود في اللجنه خلاص. يعني انت عرفت اهو. فازاي مثلا تغير ضميرك عشان حاجه؟ هو انا كده بنغير ضميرنا؟ ده مش انت، هو مش ضمير يا كابتن رضا، هو بس دخل وجهه نظره كده. لا مش وجهه نظره، هو عشان ده حكم وحكم كبير وكان هيمسك لجنه، يعني يمسك القانون ده يفصصه. يعني لما الراجل اللي هو عارف مدرب القانون طبعا الراجل اللي هو مدرب حراس المرمى ده لما يقول حاجه زي كده وطالما حط ايده يبقى مستحوذ، هو يخش يقول له صح انت كلامك صح، لان في التعديل الجديد اللي نزل في شهر 7 نزل التعديل ده. انا ما اقول له لا 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 لا، هو انت هتجمل على قفا مين؟ ما انت كده انتوا اللي ضيعتوا النادي الاهلي. الناس اللي هي بتحاول ان هي تطبق دي هي اللي ضيعت النادي الاهلي. هدف غير صحيح. خلاص كده الهدف غير صحيح. وعايز اقول لك على حاجه يعني مبسوط كده محمد كمل يا كابتن حالاتنا الثانيه يا كابتن. طيب بس عايز اتكلم على جزئيه بس تعقيبا على كلام الكابتن رضا. هو فعلا كلام الكابتن رضا صح. يعني المديرين الفنيين الشاطرين على فكره هم اللي بيبقوا مطلعين على تعديلات القانون، لانه بيستخدمها في التكتيك بتاعه، بيستخدمها في الخطط بتاعته، لان لما انت بتبقى مطلع على القانون تعرف تستخدم الخطط بشكل سليم لصالحك. صح. وهي حاله سهله على فكره. هنروح بعد كده للعب تكتيك الجزاء، واحده واحده بقى، عشان عارف ان انا وكابتن رضا هندخل مع بعض في خلاف الجزئيه. هو بيقول ضربه جزاء، كابتن رضا مقتنع انها ضربه جزاء صحيح. طيب واحده واحده، وهقول لك على حاجه. كابتن رضا انت تابعت كاس العالم للسيدات الاخير؟ ليه؟ كاس العالم للسيدات اللي اسبانيا خدته. ما اتفرجش على السيدات. ده حلو. ده احنا بنتفرج على ده بيجروا ايه، مش عايز اقول لك ده كانوا بيجروا. بص ده كاس العالم ما اتفرجش الا على ميسي بس. يعني شوف كابتن الدنيا كلها. ابو الدهب بيقول لك اتفرجت عليه؟ اتفرجت على التتويج بتاع اسبانيا. هو اتفرج على الجثث. انا عايز اوقف اللقطه بتاع تسليم الميداليات. لا طيب انت شفت كم الالتحامات اللي كان في كاس العالم ده؟ على فكره دي اول بطوله يتطبق فيها التعديلات والمفاهيم الجديده في القانون، التعديلات الحديثه، بطوله كاس العالم الاخيره دي. طب واللي كانت بتقلع الفانيلا وترميها يا كابتن دي كان قصتها ايه؟ لا ما خلي بالك في كاس العالم اللي قبليه كانوا كانت بتاخد انذار. زي طب وبرده السنه دي كان انذار؟ طرد بقى ده الستات طرد. انا بقى كنت بستنى عشان يجيبوا جوان عشان نشوف الفانيلا هتطير ولا مش. لا انذار برضه كابتن. يعني الهدف صحيح ولا مش صحيح يا كابتن محمد؟ طيب قالوا بقى عشان كابتن رضا ما قلتلناش في حته ثانيه. انا نفسي احكم كاس العالم. اتفضل يا كابتن. انا استشهدت في كاس العالم عشان اتفضل يا كابتن اتفضل. لا انت جايب لي كده اللقطه لا هاتوا لنا يا جماعه بتاعت الكهرباء. اتفضل. دي اللي اتحسبت اللي احنا عارضينها على الشاشه دي. دي بتاع الكهرباء. دي بتاع الكهرباء. لا دي مش بتاع الكهرباء اللي على الشاشه معانا، دي مش بتاع الكهرباء. لا اهي. ايوه دي بتاع الكهرباء. اوكي يا كابتن رضا يا كابتن ابو الدهب، الاثنين لعيبه لما يدخلوا على مدافع، هل القانون بيمنع ان اثنين لعيبه يتنافسوا مع مهاجم او مدافع؟ لا ما بيمنعش. طيب في اللقطه اللي قدامنا دي هتلاقي الكهرباء بيحاول يتنافس. على فكره هو قبل اللقطه دي كان مستحوذ على الكوره وكان هو فقد الكوره، ولكن هنا هتلاقي ولا في دفع ولا في ركل ولا في اي محاوله لاي مخالفه. امال ايه الفخده دي يا كابتن اللي في جنب الكهرباء دي؟ ما انا جاي لك اهو. طب ثانيه واحده، شايف قدم مدافع اتحاد العاصمه هيرجع على الارض ايده بعيد عن كهرباء، مفيش ولا دفع ولا ركل. على فكره الالتحامات والقوه دي مسموحه في كره القدم، لكن انا النهارده انت تبقى مخالفه زي اللعبه اللي احنا هنجيبها بعد شويه اللي هي اتحسبت على النادي الاهلي. هنا عرقله واضحه، هنا في عرقله وهو اعاق اتجاه اللعب او تحركه ناحيه الكوره، لكن هنا هتلاقي كهربا هو اللي اختلق المخالفه، هو اللي استغل التلامس ده وراح رمى نفسه. لما تيجي تتفرج عليها بالسرعه العاديه هو ما حدش عمل له حاجه على فكره، هو اللي استغل ان هما الاثنين لعيبه كانوا موجودين بالشكل ده وهو اللي استغل التلامس، لكن ما فيش ركله جزاء نهائي.
وهرجع تاني اكرر، فاكر يا كابتن رضا لما كنت معاك في مداخله من فتره قلت يا جماعه اللي احنا بنعمله هنا في الدوري، الفاولات بالهمسه واللمسه هي اللي بتخلي اللعيبه تتعود على ده. وعايز اقول لك حاجه، الناس امبارح بتلوم الحكم على الانذارات. هقول لك حاجه، احنا لعيبتنا في الدوري عموما مش لكن النادي الاهلي بس متعودين على الاعتراضات بشكل فج ومفيش مقابل ده. عايز اقول لك ان لجنه حكام الكاف للحكم ده تحديدا في المباراه دي قبل المباراه دي، وده يمكن انفراد للبرنامج بتاعك، كان عنده تعليمات مشدده جدا بالتعامل مع الاعتراضات بكل حسم وبكل قوه. وعشان كده يمكن الناس خدت عنه انطباع ان هو عصبي. تقييمك ليه بشكل عام بقى يا كابتن؟ نعم؟ تقييمك ليه بقى بشكل عام هو يعني؟ طب يعني دي ضربه جزاء يا كابتن ولا مش ضربه جزاء؟ لا مش ضربه جزاء يا كابتن رضا، لا مش ضربه جزاء بيقولوا كابتن. ماشي، انا وابو الدهب شايفين ان هي ضربه جزاء. انت طبعا يعني اعلى مننا في الموضوع ده وليك الخبره بتاعتك، فانت اكتر واحد تحس بالمواقف دي. بس عشان لعيبه الاهلي زي ما انت بتقول لعيبه الزمالك متدلعه هنا، فاي حد بيقع زي الكره بالظبط بتاع الكهرباء اللي هي كانت في ماتش بيراميدز، ما قريبه من دي. طيب دي نفس الالتحام ونفس درجه الالتحام ونفس درجه القوه. انا كابتن هو طبعا اللاعب بيستخدم ذكائه على اساس ان هو يستفيد باي لمسه باي يعني في نجوم كتير كانت عندها الذكاء ده بتقدر انها تستغل يعني كده يا كابتن محمد إن الحكم ما ظلمش النادي الاهلي. لا بس خدها قبل ما ننتقل للنقطه الثانيه يا كابتن فاروق. سجل الكلام اللي هقوله ده. في الدوري السوبر الافريقي اللي هيلعبه النادي الاهلي هتلاقي اللي انا بقوله لك ده، والمعيار احتساب الاخطاء هتلاقيه عالي جدا، ومش زي ما لعيبه النادي الاهلي متعود عليه في الدوري. وافتكر كلامي ده كويس. طيب ايوه ده انا معاك يا كابتن، دي حقيقه كده كابتن. لان في البطولات دي انت بتشوف حكام تانية خالص. طب عايز اسالك على الوقت البدل الضايع 10 دقايق يا كابتن. الوقت بدل الضياع هو كان الراجل احتسبه بشكل فعلي، ده الوقت اللي ضاع فعلا، الوقت اللي اللعيبه مثلت فيه واللي ادعت الاصابه. هو خلي بالك هنا في نقطه لازم الناس تعرفها، انا لاعب قدامي مصاب هو بيدعي الاصابه، انا كحكم مش دكتور عشان اقول هو بيمثل عليا ولا لا. انا هنا القانون بيقول لي ايه؟ قانون اللعبه ان انا بحسب الوقت الضايع اللي هو اللاعب خد فيه وقت العلاج لحد ما خرج بره الملعب، وبعدين ارجع احسب الوقت الضايع، فهو حسب الوقت الفعلي اللي ضاع فعلا. طب انا عندي كده لقطه كنت بشوفها مع الحكم، كان بياخد وقت طويل قوي لتنفيذ فاول، تنفيذ اوفسايد مثلا، تنفيذ اي قرار بياخده، فدي بتاخد وقت كبير جدا غير الاصابات اللي انت بتتكلم عليها يا كابتن. يعني كان المفروض الوقت يبقى اكتر من كده كمان. دي كانت من عيوب الحكم. انت شفتها يعني لاحظتها؟ طبعا دي كانت من عيوب، لكن اعتقد ان هتجيله ملحوظه من مراقب المباراه، لان هو المفروض هو الحكم هو اللي يبقى حريص على استئناف اللعب باسرع وقت. لكن دي كانت من ضمن عيوبه. ولكن هقول لك على حاجه، هو عيب مش يعني لو بنتكلم في الوقت اللي ضيعه الحكم ده كتير جدا، يعني ممكن دقيقه ونص يعني كمان. انا كده يعني طيب كان في كلام عليه هو شخصيا كحكم بيقول لك هو ما لعبش ماتشات كتير، وكان في كلام ان هو يعني ماتشات كبيره يعني بما معناه يعني ماتشات نهائي بطولات، يعني لما نيجي نتكلم قدر مباراه سوبر يعني الحكم ده كان غير مؤهل في بعض الكلام اللي اتقال على الحكم ده. هقول لك برضو دي من الكواليس، ودي يمكن ما حدش يعرفها، اول مره تتقال ان الحكم اتشو ده ما كانش هو الحكم المباراه اصلا. كان الحكم المباراه كان نداله، وكان حصل تصويت داخل لجنه حكام الكاف ورجعوا ادوا اتشو المباراه اللي هو الحكم قدام ده، لان هو رايح كاس العالم تحت 17 سنه، ففضلوا ان هم يدوا له سوبر دي كنوع من الدعم ليه. اوكي. لكن تقييمك انت بقى كابتن ليه هو بقى تقييمك ليه في المباراه بشكل عام بقى؟ والله لو هتسالني انا شايف عمل مباراه رائعه جدا وهو حكم كويس. تمام. لكن ما عندوش اخطاء اثرت في نتيجه المباراه. هو لكن احنا بس بنبص بعين المعيار اللي احنا متعودين عليه هنا في الدوري. لو انت هتشوف كل المعيار حساب الاخطاء في كل الدنيا دلوقتي بقت افريقيا زي اوروبا زي اسيا، المعيار كل واحد، احنا بس المعيار الدوري عندنا مختلف شويه، محتاجين نرتقي بيه سنه شويه نبقى نوصل لده. كابتن محمد هو بس بعد اذن حضرتك الحكم ده عشان مش معروف، فطبعا لما اتقال اسمه ما اتعملش عليه الضجه الكبيره من جماهير الاهلي ومجلس ادارته عشان يخوفوه زي ما خوفوا الراجل اللي هو حكم في النهائي ماتش الوداد لما حسين الشحات مسكوا من الفانيلا. فاكر الواقعه دي يا كابتن؟ ما بتاعت الحكم الاثيوبي وما ادالوش انذار. حصل ده، شد له الفانيلا ووقع له السبراي. لو كانوا نص في ماتش الوداد. ايوه وكانوا نص ماتش الوداد. ما كانوش نص، كانوا نص. لا هو كابتن رضا هو عايز يوصل لنا واخد بالك يطرد فيها دي ولا ما يطردش؟ بس عشان عايز اقول لك يا كابتن رضا ان الحكم ده من قائمه الحكام المحترفين في افريقيا ورايح كاس العالم. ايوه هو رايح كاس العالم 19 سنه يبقى الحكم كويس جدا. ايوه ما انت عشان كده انت ما تعرفوش وما عملتش عليه ضغط جماهيري زي اللي هو راح حكم لك في نهائي افريقيا وكان مفروض والنتيجه 1-0 يطرد لك حسين الشحات، الدنيا باظت صح؟
صح، وهو كان المفروض حسين الشحات يطرد في اللعبه دي. صح ولا لا يا كابتن؟ لا كان انت بترجعني ورا ليه يا كابتن؟ مش برجعك ورا، انت بترجعني ورا زي ما الماتش. بتقول ان الحكم ضاع منك بطوله ورا، والبطوله اخذها النادي الاهلي خلاص وفرحان ودي بيها بطوله خلاص وبيلعب. من النادي الاهلي وخلاص وريح دماغك. لا انا بتكلم بقى لا انا اقول لك بقى، ما بص دي ما انت بسبب النادي الاهلي ما بيلعب ماتش امبارح على فكره. مين؟ هي البطوله اللي انت بتتكلم عليها دي. طب ماشي، طب خلاص انت خسرت امبارح وانت مقتنع ان الحكم هو سبب الخساره. لا انا ما بقولش سبب الخساره هو لا استنى بس، ده كل لا كل جماهير يا جدع، ساعدت الفريق الثاني كل جماهير الاهلي بتقول كده. لا واخد بالك؟ طب انا هسالك جماهير النادي سؤال، الاهلي مقتنع ان في بعض الاخطاء الفنيه من كولر وفي بعض الناس وكتاب الله ما اقتنعتش غير لما الحكم صفر. اسمع الكلام بس. هو دلوقتي انت عايز تكسب فرقه زي دي، هتجون واثنين وثلاثه. تمام. الحكم هيقول لك لا. هنتكلم فنيا ليه الاهلي ما عملش كده؟ هنتكلم فنيا. طيب كابتن محمد عندك حاجه في النقطه الاخيره. انا عندي سؤال بس يا كابتن. انا ما هو برضه فريق اتحاد العاصمه الجزائري كان بيطالب بركله الجزاء، والحكم هنا ما احتسبش وكان قراره صحيح. كانت قبل دي باينه يا كابتن، كانت قبل اللي حسبها صح؟ كانت قبليه وهو الحكم كان قراره سليم هنا في اللعبه دي على فكره. الاثنين في التحام عادي والاثنين في اتجاه واحد مع بعض، وده نتيجه السرعه. ده برضه كان التحام طبيعي واصبح التحامات طبيعيه في كره القدم. عشان كده عايزين المفاهيم دي تبقى موجوده عندنا في الدوري، لان لو فضلنا ماشيين بالمفاهيم دي اعتقد هيبقى في مشاكل عندنا في قبل ما نبدا الدوري. كابتن محمد انا بشكر حضرتك وجودك معانا، توضيح امور كتير خاصه حبيبي يا كابتن محمد. الامس حبيبي يا كابتن محمد عبد الفتاح، بشكره شكرا جزيلا. كابتن ابو الدهب اسالك السؤال وهنطلع لفاصل وتجاوبني بعد الفاصل. ليه الاهلي ما نجاوب الاول؟ لا انا بس لازم اطلع لفاصل. انت بتطلع تعلق على حاجه تحكيميه؟ لا انا مش هعلق على التحكيم يا فاروق، لكن انا بقول لك في حاجات عيب. احنا بقى لنا نص ساعه بنقول ضربه جزاء وجون ومش جون على النادي الاهلي. لا دي لا ما انا بكلمك انا بقى. لا انا بكلمك اسباب الهزيمه من وجهه نظرك ان الاهلي خسر الامس، يعني في مباراه الامس بالشكل ده، وهل بقى كولر كان السبب؟ هل الحكم زي ما احنا بنتكلم؟ هل اللعيبه؟ هل يعني امور كتير جدا. اطلع الاداره كابتن خالد بيبو اللي الناس ما اعرفش بتتكلم على اساس ان الفريق دي كلها مباريات خالد بيبو، ودي حاجه برضه كانت غريبه جدا بالنسبه لنا. نطلع رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. خلينا اسال الكابتن رضا. لا وبعد كده اعمل مكالمه وبعد كده اعمل مكالمه وبعد كده اطلع فاصل. كنت بسالك قبل الفاصل على اسباب خساره النادي الاهلي بالامس، وخسارته لقب كان يفرق كتير قوي معاه في بدايه الموسم الحقيقه. طيب خليني اقول لك في البدايه فاروق، احنا بقى لنا فتره عمالين او من اول البرنامج عمالين كل هدف ومش هدف وضربه جزاء ومش ضربه جزاء. بس الوضع اخذنا يعني انا كل دي اخطاء موجوده. انا بس عشان اقول لك، لكن انا كان النادي الاهلي يعني كسب قبل ما يلعب. ده اللي انا كنت شايفه في تعالي، في ثقه وفي لا في ثقه تفرق. ثقه ان انا ابقى خايف من المباراه، محترم الخصم اللي انا هلعبه، لكن بالثقه ان انا رايح اجيب الكاس وارجع، مفيش في الكوره كده. انا بقول لك لا على انا جبته خلاص وراجع. ما انا جبته، ما انا احتفلنا كمان. لكن ده الفرق بين سوبر السنه اللي فاتت انا لو هلاعب فرقه مصريه هحترمها، لو هلاعب زمالك او بيراميدز والفرقتين هيحترموا بعض، لكن انا شفته فنيا في الملعب لا صعب ان انت كسبت قبل ما تروح. انا النهارده انت عملت فتره اعدادات كويسه جدا في النمسا، انا مش شايفها انها كويسه. ليه كانت شايفها ايه؟ معسكر بره منظم، معسكر ماتش ودي ماشي يا فاروق. احنا بص في انديه ثانيه ما عملتش لعبنا في النادي، وفي انديه كتير ما عملتش معسكر بس مدعمين بشكل كويس. انا اللي انا بشوفه على النادي الاهلي او في اللعيبه في النادي الاهلي معينه مش في دماغها، ما في لعيبه مقضياها. لا قصدك في المعسكر يعني في المعسكر في تهريج. اسمع بقى يا فاروق، في تهريج، في اغاني، في سوشيال ميديا، في الحاجات اللي احنا بنشوف، في تأجير عجل. انا حسيت ان احنا مثلا في فيلم محبوط الجماهير يا باشا. اسمع انت بتقول انا داخل الموسم قصدك يعني العجل مع يا فاروق انا داخل بس عشان لا بص يا فاروق احنا النادي الاهلي. بص يا فاروق اسال كابتن رضا، دي بقى اسال كابتن رضا مره ركبها عادي. لا ما ركبناش عجل. لا يا فاروق يا فاروق انت بتقول لي عمال تقول ضربه جزاء والكره جون. الحكم كان سيء، وانا كنت معترض بشكل كبير جدا على المباراه تتلعب في الفتره دي، لكن انا بكلمك ان النادي الاهلي دخل المباراه كسبان، في تعالي وغرور من بعض اللاعبين. حاجه دي من الاسباب ان انت ممكن ما كنتش عملت فتره اعداد كويسه. الحاجه الثانيه بقى موديست الفرود يا فاروق، في مشكله كبيره. ازاي الراجل ده انت بتتعاقد معاه وما يتأيدش؟ خلينا بقى نتكلم. ده الراجل ده ما تأيدش، ده انت كمان انت السوليه كان خارج القايمه وانت بتقول اعمل استبدال. ما ينفعش تعمل استبدال والسوليه اصلا خارج، انت هتبدله بدل السوليه. دي على فكره مشكله كبيره، مشكله اداريه، ان الراجل ده انت كنت جايبه ويلعب فانت ما استخدمتوش او ممكن تأيده. انت ممكن تأيده قبلها ب 48 ساعه، الراجل جاي قبلها باسبوع يا فاروق او 5 ايوه كل ده. بص كل ده كان عندك وقت تأيده. هم ما كانوش ضامنين. ما كانش ضامنين ازاي؟ يا كابتن ده النادي الاهلي انت عندك امير توفيق، راجل ما شاء الله عليه، ده في الراجل ده كويس، لكن انت النهارده الراجل ده ما تأيدش. المفروض دي سقطه اداريه، ان انت راجل المفروض كان يتأيد وانت كنت عامل حسابك اول ما جه يعني رجليه جت مصر كنت المفروض بعته اسمه
هو ما بعتوش، ما كانش كنت لسه تعمل البطولة استبدال. خلصت. انا معلش، البطاقه الدوليه كمان. لا استنى بس، البطاقه الدوليه قبل ما جت. انت جاي بالبطاقه والبطاقه الدوليه قبل ما جت يا كابتن، اسمع بس. انا بكلمك، انا مش عايز ادي مبررات للنادي الاهلي يا فاروق. لا، ولا طب بص، نادي الزمالك. هقول لك على حاجة. انت بقالك اسبوع او بقالك اسبوعين بالظبط في الكره المصريه في مشاكل كتير جدا، من اول ماتش اثيوبيا لا مرورا بماتش تونس بالاهلي بالزمالك. فانت النهارده دي كلها امور كابتن بعيد عن اللقاء نفسه يعني فنيا. لا، عايز الامور لا تتاثر يا فاروق في لعيبه كتير جدا. الامور دي اثرت على أثرت؟ طبعا انت النهارده فريق النادي الاهلي اللي من غير التعاقدات ومن غير الفيرو ده ما يكسبش. يكسب طبعا. بس ده ماشي، لا بس انا عايز اقول لك حاجه. إزاي؟ كولر أسألك يا اصلا فاروق. لا ما تحطش معنى ده. يا فاروق، ما هو بدليل انت ان انت بتقول اصل اللعيب واتاخر مين؟ والحكم مين اللي لا انت ما هو ابو الدهب بيقول اهو. ابو الدهب انا ما قلتش على ايه؟ انا قلت أبو لك حتى الدهب، أبو لغايه الدهب. فتره. بس انت بتقول لي يأثر لا يتاثر موضوع المنتخب، لعيبه تروح وما تروحش ده اثر مع مين يا كابتن؟ اللي يتحمل موضوع يا كابتن رضا. ما انا لعيبه صغيره يا كابتن رضا ولو الاهلي كسب كنت هتتكلم في الكلام ده. والله لان انا قلت لك معاك هنا مين احنا اللي مش يعني ماتش المنتخب مع بعض. مش قلت لك حتى لو لعيبه الاهلي موجوده هنخسر. انت قصدك على المنتخب يخسر. ما لكن انا مش قلت لك- الأهلي لا يخسر. الاهلي حتى لو ما لعبش الشناوي والناس دي والمصعب هيكسب. انا عايز اقول لك بس هكمل كلامك الفني يا كابتن. اتحاد العاصمه انا بقول لك الاهلي بطل دوري ابطال، دوري الممتاز بطل الدوري. اتحاد العاصمه يمكن كانت الناس هو مش متوقعه الرابع اصلا، مش متوقعه اصلا كانت تاخد اصلا دوري الكونفدراليه، وفي نفس الوقت هو في الدوري الممتاز الجزائري فنش 12. والسنه دي الرابع يا فرق. فاروق. لكن انا بكلمك النهارده انت دخلت اللقاء وانت كسبان، وفي اخطاء فنيه ما كنتش بدات برضا سليم وامام عاشور. كنت لازم تبدا بالفرقه اللي نهت بيها الدوري او خدت بيها التتويج بقى ببطوله افريقيا، ان انت كان حسين الشحات يبقى موجود، بيرسي تاو بيبقى موجود، كهربا. انت ليه بعد قفشه؟ الحاجه الثانيه ودي حاجه مش مفهومه يا فاروق، احمد عبد القادر بعيد ليه؟ يعني انت احمد عبد القادر من لعيبه كويسه جدا وانا سمعت الكابتن رضا بيتكلم فيها، لكن انت لازم تديله حقه. الراجل ده بعيد ليه؟ الراجل ده لازم يبقى موجود، لعيب كويس جدا، لعيب عنده حلول، لعيب واحد على واحد بيعدي، ودي اللي كان بتتقال لنا زمان، واحد على واحد لازم تعدي، لو هتعدي من بطنه ولا الكلام ده غلط. لكن انت في لعيبه النهارده صلاح محسن كنت محتاجه انه يبقى موجود في المباراه دي، لكن انت بالشكل اللي احنا شفناه يا فاروق لا النادي الاهلي كان بعيد عن المستوى، بعيد عن المستوى بشكل كبير جدا فنيا. امام عاشور بدنيا واقع لانه لسه راجع من الاصابه، رضا سليم يعني لسه بيحفظ النادي الاهلي وشكل النادي الاهلي، ولازم يقعد، وده اللي احنا كنا بنشوفه ان اللعيب لما بيجي كابتن رضا ذكر امام عاشور قدامنا وصورته معانا، فكره مشاركته من البدايه غلط. ومعاه رضا سليم كمان. هل خساره البطوله وهو موجود يعني ياثر على الاثنين لعيبه؟ بحكلمك على امام ورضا، ياثر عليهم في الفتره اللي جايه؟ لا مش هيأثر عليهم هم. بس جمهور النادي الاهلي هو اللي هيتأثر شويه، يقول لك وشهم وحش ما خدناش الكوره ما فيهاش كده. انا بقول لك جمهور وانا بقول لك الكوره ما تسمع الكلام، هيقول لك ادم وحش ايه يا عم الفاروق؟ الكوره فيها دم يا عم الناس هي اللي بتقول كده، الجماهير اللي بتقول كده، مش انا وانت. انا مش هتكلم دي بقى دي خبرات يا حبيبي ده هم اللعيبه كلها بتاعت السوشيال ميديا. طب هم كانوا عاملين ازاي في الماتش؟ قول لي الماتش. بص صلى على النبي. على اساس اولا انا قريت تصريح لامام عاشور طالع الاتوبيس وكاتب على صفحته ان انا رايح اجيب اول بطوله وارجع مع الاهلي. وكان كهربا مجهزين تيشيرت ان اول 90 دقيقه يعني اذا ان انت واثق ان انت هتاخد البطوله. فانا بقول لك ده الفرق بين الماتش ده انت رايح فاتح صدرك قوي، وماتش السنه اللي فاتت الاهلي والزمالك في السوبر فاكر؟ كله كان متلم، ما سمعناش حاجه طول المعسكر على النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي، ولما نزلوا الملعب اتفاجئنا لعيبه الاهلي مركزه كل التركيز. عشان كده عملوا ايه؟ كسبوا الزمالك اللي كان ساعتها كل جماهير الاهلاويه قبل الزمالك بيقول لك ايه هنشيل 3 و4 النهارده. ما حصلش. السنه اللي فاتت انا بكلمك في الوقت عشان ده كان الموقف صعب. ايوه ولسه بادئ برضو الموسم والدنيا ضباب بالنسبه للراجل ولاعيبه الاهلي. لما الماتش بدا لعيبه الاهلي مركزه والتركيز بتاعها فرق وجابت جول وجابت الثاني، خدت البطوله ولا ما خدتش؟ تمام. دول من قبل ما انت تروح وهم بيقول لك هنحتفل ازاي. دي رقم واحد. ده بكلمك فني. رقم 2 قلت لكم قبل كده الراجل ضعيف فنيا ما حدش لا صدقني. مش ضعيف. يا عم اسمع مني مش ضعيف. ايه اللي يخليك تشوف ان الراجل ضعيف فنيا في ماتش زي امبارح؟ صلى على النبي. قبل ما اخد طبعا نجمنا الكبير كابتن ماهر همام معايا تليفون وهو ازيك يا كابتن الاول وهتناقشنا في النقطه دي. اسمع كابتن ماهر. ازيك يا كابتن اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ السلام عليكم يا كابتن. عليكم السلام كابتن. تحياتي ليك طبعا كابتن رضا هيقول لي ليه كولر منورين يا كابتن. الله يخليك. ليه كولر من وجهه نظره ضعيف فنيا وحضرتك ترد لي النقطه دي؟ تقول لي من وجهه نظرك ما حدش في النادي الاهلي هيرد عليها في النقطه دي. الخساره وفي نفس الوقت رايك في كولر. اتفضل كده. لا ثانية واحدة كابتن، ثانية واحدة كابتن ماهر، ثانية واحدة اسمع كابتن رضا الأول يا كابتن. ممكن تسمعه؟ كابتن رضا تسمع كابتن رضا بس لأن أنا السؤال ليه وحضرتك هنتناقش في النقطة دي. اتفضل يا كابتن. لا اتفضل يا كابتن العين ما تقلقش. لا زي رضا اتفضل. اتفضل. بص يا حبيبي انت دلوقتي عندك واحد زي بيرسي تاو السنة اللي فاتت وانت عامل فترة اعداد وهو راح المنتخب بناء على ايه؟ ان اللعيب مؤثر. تمام. فلما تيجي تقعده وتلاعب رضا سليم يبقى ده عندك
توتر ان انت عايز تلعب الصفقه الجديده عشان تقول ايه انا لعبت الناس كلها ولما تخسر، مع ان انت رايح وعارف ان انت مش هتخسر تمام. وبتقول هلعب باي حد، وعشان كده قلبك مات في حته امام عاشور ورضا سليم ان المفروض ما يلعبوش. انت المفروض عشان تكسب ماتش زي امبارح ده تلعب بالشكل اللي انت تاو نلعب. واخد بالك، وتحتيهم تحت في 2 ديفندرات، ايوه في 2 ديفندرات كان ديانج ومروان عطيه، قدامهم يبقى قفشه. ده هيبقى حلقه الوصل بين الحته اللي وعندك حسين الشحات من ستاو وقدام كهربا وحسين الشحات وتحتيهم قفشه والاثنين ديفندرات. بدايه التشكيل ده بطريقه اللعب كمان اللي انت بتلعب بيها، اللي انت خدت بيها بطولات، مش انت الناس دي اللي خدت بيها بطولات السنه اللي فاتت. طيب امام عاشور بقاله 4 شهور ما لعبش، انت تابعته امبارح، بس هو هيرجع وهيلعب تاني وهيتالق، بس عقبال ما يقف على رجله وياخد تاني والكلام ده. نفس الكلام رضا سليم ده لسه جاي، يعني عارف ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره، فانت بتلعبه من الاول، فهو هيبقى تايه لفتره من الفترات. طيب اخد كابتن ماهر في النقطه اللي اتكلم فيها كابتن رضا. يا كابتن ماهر، هل كابتن رضا بيتكلم في النقطه خاصه بالتشكيل وطريقه اللعب؟ يعني بيتكلم يا فاروق على ان يعني مستر كولر كان المفروض يبقى فيه ثبات في التشكيل اللي نهى بيه الموسم الماضي. وبعض المدارس بتقول لك ان انا لو استقدمت او تعاقدت مع محترفين جدد ممكن ادفع بيهم. يعني انا بميل للمدرسه الاولانيه في ثبات التشكيل. الموسم اللي اتنهى عليه النادي الاهلي، نهى عليه الخمس بطولات اللي حققها مستر كولر في بدايه ولايته في ال8 اشهر اللي هو عمل فيها مع النادي الاهلي. يعني باستثناء يمكن بيتس تاو راجع من جنوب افريقيا، يعني ممكن يكون يعني مجهد او ملحقش. ممكن الوحيد اللي ما بيبداش بيه يعني هو رضا. يعني مستر كولر بدا برضا سليم في حته اليمين. انا شايف ان ده برضك يعني بدايه موفقه. كهربا كراس حربه ده مكانه اللي نهى عليه الموسم اللي فات، وشفنا كهربا يعني كان من ضمن السكورر للنادي الاهلي في خلال الفتره الماضيه في ال5 بطولات. الشحات ناحيه الشمال، وده المكان اللي بيفضله حسين الشحات اللي بيجيد فيه، اللي هو يمكن اخذ فيه من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر. هنرجع بقى لتحت المهاجمين دول، كان لازم يبقى موجود قفشه، لان قفشه صانع العاب، وانت عارف المباريات ديت بتحتاج خصوصا في نص ملعب اتحاد العاصمه، محتاج حد يمسك الكوره يبتدي لك الهجمه، يبقى رابط بين خط الظهر وبين المهاجمين. فانا كنت شايف ان قفشه يعني احنا اتاخرنا عليه بشكل كبير جدا في التغيير. يعني انا كنت اتمنى ان قفشه يكون موجود من بدايه المباراه. انا معارضه في حته امام عاشور، كان ممكن يبقى ورقه ممكن يستعين بيها الراجل في خلال تغييراته، خصوصا ان مروان نهى السنه اللي فاتت هو ديانج وامامه قفشه، والثلاثي ده ادى اداء جيد جدا بعد رحيل طبعا حمدي فتحي. بالنسبه لخط الظهر يمكن ما فيش غبار عليه، ياسر كان مجهد، رامي بدا المشوار. فانا كنت اتمنى تثبيت التشكيل كان يهم، لكن عايز اقول ده دروس من ضمن الدروس اللي احنا بنتعلمها في كره القدم. مفيش حد كبير على الكوره. عايز اقول ان النادي الاهلي الموسم اللي فات كان بدايته غير موفقه مع سان داونز، وبعد هزيمته يمكن النادي الاهلي لا يا كابتن ماهر، انتوا كان الاهلي واخد السوبر من الزمالك. كان قصده يعني انت اول ما بدات الدوري خدت بطوله يا رضا بعد ما اتغلبنا. لا بيقول لك اول بطوله دي وقفت النادي الاهلي على رجله. موفق النادي الاهلي في افريقيا بدايته مش موفق، بس كابتن مع الفرق ان دي بطوله وده كان لسه فيه مشوار طويل. يعني انت كابتن لسه الدوري ما بداش السنه اللي فاتت بشكل كبير. لكن عايز اقول لك ان الدروس المستفاده من المباراه السوبر ديت، اولا طبعا بنحيي اتحاد العاصمه لان هو احترم راجل بن شيخه ده، احترم النادي الاهلي واحترم كولر بشكل كبير. قدر يلعب بالامكانيات المتاحه بالنسبه له، ان هو دفاعيا يكون منظم، يراقب مفاتيح اللعب النادي الاهلي، يضيق عليهم المسافات، يعتمد على الكونتر اتاك، واخد بالك اللي كان ممكن يبقى مؤثر بشكل كبير. جات له ضربه جزاء قدر يستغلها بشكل جيد. سلاحهم، واحنا عارفين شمال افريقيا طبعا يا كابتن رضا يا فاروق يا محمود، سلاحهم هو القلب والروح القتاليه العاليه، ودي في كره القدم ساعات بتتفوق على الجانب الفني والجانب البهاري والجانب التكتيكي. لا انت فين بقى يا كابتن؟ يعني بعد اذن حضرتك، انت فين كمدير فني؟ ماشي اخطات في التشكيل، واخد بال حضرتك؟ حتى في ناس كلمته وانتقدته في المؤتمر الصحفي ان انت ما غيرتش ليه بدري ورجعت تاني الفرقه، فقال لك هو كل واحد يتغير بدري هيغير لي نتيجه المباراه. ده في تصريح يعني هو مش مكتوب قدامنا، بس هو قال كده امبارح. انا معاك يا رضا، بس انا عايز اقول لك ان ساعات بيبقى استراتيجيه المباراه يا رضا متقسمه، وانتوا لعيبه كبار لكن انا خسران مش متعادل في الحاله دي. بص يا كابتن، اشتغلتوا مع مدربين ما شاء الله، يعني اذا كانوا اجانب او اذا كانوا مصريين. استراتيجيه المباراه يا رضا لازم تبقى شغال عليها. عايز اقول لك ان برضك خد بالك الكلام ده وانا متعادل يا كابتن مصر. الكلام حضرتك ده صح وعلى دماغي لما اكون متعادل، انما انا متاخر بهدف خسران
اكيد طبعا هيبقى معظم انت دلوقتي لعبت ال 90 دقيقه كابتن، لعبت ال 90 دقيقه وعندك 10 وقت ضايع، ما جبتش جول ليه؟ عشان تغييراتك متاخره. لو انت غيرت، طب اقول لك على حاجه، السنه اللي انتهت دي بطوله افريقيا دوري الابطال، ايه اللي رجع كولر تاني للمكسب؟ لما غير التغييرات لما نزلت هي اللي السبب في التوقيت الصح يعني. بس يا كابتن مع احترامي يعني كلام حضرتك وكابتن رضا، حاله اللعيب في اليوم ده يعني انا بقول لك حاله اللعيبه الحقيقه حاله لعيبه بالنسبه النادي الاهلي مين اللي بيلعبها؟ معلش لا يا حبيبي بص ما تبعدوش عن المدير الفني وتروحوا تجيبوا لي اللعيبه، تلف وتبعد عن مجلس الاداره وتقول لي اللعيبه، وتبعد عن المدير الفني وتقول لي اللعيبه. مين اللي بيلعب اللعيبه دي من الاول؟ مين اللي بيلعب اللعيبه دي؟ يا كابتن ماهر بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك مسؤول عنه المنظومه ككل. كابتن ماهر، يا كابتن ماهر بعد اذن حضرتك، نرمي الخطا على حد بعينه. يعني لو اتكلمنا على المنظومه ككل هقول لك طبعا الجانب الفني بيتحمل جزء كبير، اللعيبه بتتحمل جزء كبير، لان برضك لعيبه النادي الاهلي ما كانتش في حالتها الطبيعيه. مين السبب؟ خد بالك يا رضا كابتن، مين السبب؟ انا كنت انت عامل معسكر في المدير الفني يمكن 30%، مسؤوليه اللعيبه 70%. شفت ده الكلام ده اسمع، شفت كابتن ماهر قال ايه؟ 30% المدرب 70% اللعيبه. ورب الكعبه 90% كولر امبارح وال10% يجي كابتن ماهر مدرب، خلي بالك يعني على الباب من فوق. بس هو وجهه نظر ولا ليه وجهه نظر؟ وبتقسم وقتك في المباراه. مفيش حاجه اسمها بقسم عليك، مفيش حاجه. مين بينفذك الافكار دي يا رضا؟ اللي يقول لك بقسم المباراه والكلام ده بيضحك علينا، ده كلام للاستهلاك الادمي. كابتن ماهر بس انا عايز اقول لك على حاجه، في اخطاء يمكن وجهه نظر يا كابتن ان الراجل عنده كسره نجوم وعنده حيره في التشكيل على فكره. يعني النهارده عنده بيرستاو وعنده حسين الشحات، هو راجل لما بيجي يحط فرقه ويحط تشكيل فرقه يا كابتن اكيد بيبقى عنده خلاص هو السبب، هو اللي خسرنا. ايوه انت يا محمود انت ما عندكش، خد بالك انت يا كابتن. انا معلش حضرتك انت ضربتنا وكنت معاك مستر هولمان وفي الحته دي، لكن انا عايز اقول لك على حاجه، هو هل لعيب يجي النادي الاهلي من اول يوم يلعب او راجل محترف؟ انا ما اعترضتش. ما بص يا محمود، عايز اقول لك حاجه، مش انت اخترته يعني، انت شفته يعني، انت متاكد بس منه لسه ما اتفرجش او مش عارف هي الفكره اللي انا كان رضا اللي هو بقى له فتره ما بيلعبش اصلا 4 شهور يا فاروق. فانت المفروض يتحمل مدرسه يا كابتن تقول لك ايه؟ انا لازم اجهزه الاول ويتجانس معايا وياخد على طريقتي وعلى اسلوبي وعلى الفكر بتاعي وياخد على اللعيبه، واخد بالك؟ وده بيحتاج زي فتره الاعداد دي، واخد بالك؟ وبيحتاج مباريات متدرجه، وبعد كده ابدا ادفع بيه. وبعد المدرسه تقول لك لا انا جايبه عشان يخلصني، خصوصا يا كابتن عشان يحل لي مشكله. خصوصا يا كابتن انت عندك البديل اصلا يعني. احنا عندنا البديل بالظبط. احنا ممكن يكون يا محمد اساسي كمان مش يا محمود الصداع اللي في دماغ الراجل ده كان راس الحربه. يعني الصداع اللي كان يعني بيشغل بال مستر كولر خلال الفتره ان هو محتاج راس حربه يترجم له الفرص اللي كان موجود امبارح موديست يا كابتن بامكانياته دي، لو الراجل ده كان موجود امبارح كان الاهلي يكسب. انا شايف يعني لو وجود الراجل دوت المحترف اللي احنا يعني تعاقدنا معاه بالاسلوب اللي احنا اتفرجنا عليه، طبعا كان ممكن فرصه من الفرص ديت يقدر يجيب لك جول. يقدر صلاح محسن يا كابتن، يا صلاح محسن هو احد المدربين. وبعدين عايز اقول لك حاجه يا محمد كمان، شهاده حق يعني، احنا لينا ضربه جزاء واضحه قوي بتاعت كهرباء دخل. طب هقول لك على حاجه، انا كنت زيك كده يا كابتن. وبعدين كمان الهدف المتابعه لكهرباء في الهدف اللي احنا سجلناه هدف 100%، لان الكره كان بعيده عن حوزه حارس المرمى. ازاي يا كابتن مصر؟ يا كابتن مصر ما نحوتش عن الحق، ده الراجل حاطط ايده على الكوره يا رضا. انا بتكلم على بعض المشاكل اللي قابلت الحكم في المباراه، لكن هم هدف اتحاد العاصمه ضربه جزاء اكيده 100%، يعني عشان نبقى منصفين. تمام، واخد بالك؟ لكن عايز اقول لك حاجه، احنا مش كبار على الخساره. مفيش حد هيكسب على طول، وكره القدم وانتوا كباتن كبار جدا تكسب يا كابتن. بص ربنا لازم يبقى في دروس نستفاد منها. كابتن ولا دروس ولا حاجه، كابتن ولا دروس ولا حاجه، ده ربنا بيعاقبك. بص يا كابتن، لو انت حطيت بيرسي تاو وقفشه والله العظيم هتكسب من اول. ما انا قلت لك يا رضا بيرسي تاو ما تقولش بقى دروس انت طبعا درس يا كابتن. بيرسي تاو ممكن ياخد جزء الثاني هو وقفشه من بدري بعد 10 دقائق. الدرس بتاع ده كابتن خلاك تاخد دوري ابطال ودوري ممتاز. شكل بيرسي تاو واحنا بنتفرج واضح ان هو مجهد. خد بالك، ليه ما تقولش ان هو زعلان؟ مفيش وقت جه في يوم. لا ليه ما تقولش ان هو زعلان ومتضايق ان هو ما بدأش؟ زعلان وقاعد يعني؟ طبعا. لا ما افتكرش هم لا تفتكر يا كابتن. بص يا كابتن، اصل اللعيبه دي ما حدش بيزعل وما حدش بيزعل. اخيرا يا كابتن ماهر، السؤال الاخير لحضرتك، بدايه الموسم ببطوله لو كان النادي الاهلي اخذها ما اخذهاش، هل دي تاثر
لا يمكن تاثر. بص يا فاروق يا رضا يا محمود، انت عارف الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك او الاهلي بالذات خلال الفتره اللي فاتت عمره ما بتاثر بخسارته البطوله او خساره المباراه، بل بالعكس دي بتدي له دوافع، خصوصا في بدايه الموسم. خد بالك احنا كلنا جربنا يا محمد بدايه الموسم بدنيا وفنيا وتكتيكيا مش هتوصل بالحاله اللي انت ممكن تتخيلها. بس خلي بالك يعني تملي بدايه الموسم عندنا احنا كاهلي ما لعبش ولا ماتش برضه بنتاثر بيها بشكل كبير جدا 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 يعني. يعني عايز اقول لك حاجه، يمكن جينا في جيل السبعينات احنا كنا بنطلع في افريقيا من الادوار الاولانيه بسبب بدايه الموسم، ان الفرقه كلها مخلصه وعامله فترات اعداد وماتشات حبيه متدرجه، وانت لسه مخلص فتره الاعداد وعامل مباراه واحده. فكنا بنخسر بسبب الجانب البدني والجانب المالي والخططي والمباريات الحبيه. فانت النهارده برضك يعني معسكرك اللي في النمسا ده كان برضك فتره اللعيبه راحت المنتخب وما كملتش المعسكر. خد بالك يعني من ضمن الحاجات لعيبه المنتخب الأولمبي مشي وثلاث اربع لعيبه، لعيبه المنتخب الاول اتقسمت جزئين، جزء مع المنتخب وجزء مع الاهلي، ثم بعد كده لعيبه راحت لتكمله المشوار مع النادي الاهلي في السعوديه يا كابتن. يعني اللعيبه بتاعت المنتخب اللي راحت ولا ما راحتش اثرت على الهزيمه بتاعت امبارح؟ لا انا بتكلم على التركيز بس يا رضا. مفيش تركيز يا كابتن. بص انت رايح مفيش تركيز ورايح تجيب البطوله الجايه. ايوه مفيش تركيز بس يعني انا من ضمن الدروس يا رضا اللي احنا نقدر نقولها ان ما كانش في تركيز للعيبه النادي الاهلي. الروح القتاليه وروح الفنانه الحمراء اللي احنا كنا بنشوفها في ده اللي بيتميز بيه النادي الاهلي ولاعيبته ما كانتش موجوده. طبعا بعض الدروس طبعا من الناحيه الفنيه لمستر كولر زي ما قلنا ممكن كان يبتدي بالتشكيل اللي نهى عليه. اللعيبه المحترفين اللي موجودين كان ممكن ياخدوا مساحه في الشوط الثاني في حاله الاحتياج ليهم. طبعا الاستراتيجيه اللي بنى عليها مستر كولر المباراه ما كانتش موفقه بشكل كبير. بعض التغييرات اتاخر فيها مستر كولر. سمك لبن تمرين ده طلع ياسر وطلع بص يا كابتن هسال حضرتك كابتن انت كنت معانا، كنت مدرب معانا في الجهاز ايام ما احنا كنا بنلعب، فاكر؟ ايوه معاك يا رضا. طيب محمد عماره كان جاي يعني خلصوه من المانيا وجي النادي الاهلي، حصل؟ ما لعبش ليه من اول ماتشات زي احنا رجعنا النقطه. لا انا بكلمك ايه؟ رجعنا النقطه دي ما تلعبش امام في بدايه الماتش. ان محمد عماره متفقين لا جاي محترف واخد بالك، وكان ساعتها عندك دخله وكان عندك ياسر ريان وكان عندك محمد يوسف كمان تاني واسامه عربي بيلعب فيها. بس مستر هولمان ساعتها ما ادالوش ليه؟ فاكر؟ هقول لك حاجه يا رضا، هقول لك حاجه. احنا لما جبنا مجدي طلبه فاكر؟ فاكر يا محمود؟ جبنا مجدي طلبه يوم الثلاث، اتمرن معاكم الثلاث. بس خلي بالك جاب البطاقه. خلي بالك ان مجدي طلبه الخميس كان موجود معانا في المحله، هو اللي كان سياسه المباراه. بس انتوا لا كان في اصابات في الوقت ده، كان بيعملوا ماتشات وديه. لا كان في اصابات، كان في لعيبه مصابه عشان كده مجدي لعب من البدايه. كابتن رضا اصل هو بص يا محمود يا رضا يا فاروق، الاختلاف ده في الاول والاخر هو اللي يخلينا ان احنا نستفاد من كل مباراه بنخفق فيها او نكسب فيها، بطوله بناخدها او بطوله بنخسرها، ومش نهايه المطاف. النادي الاهلي لسه المشوار قدامه طويل. عندنا اكثر من 5-6 بطولات. صحيح. انا شايف ان ده درس هيبقى لينا كلنا. انا كنت بس طبعا جماهير النادي الاهلي عايز اقول لها كلمه صراحه. الناس اللي كانوا موجودين في السعوديه واللي جايين من اطراف السعوديه واللي شجعوا النادي الاهلي، انا كنت اتمنى ان النادي الاهلي كان يحقق له الحلم او المكسب او الفرحه بتاعتهم عشان يبقوا موجودين في السعوديه رافعين راسهم، واخد بالك انت في اعمالهم وفي شغلهم. لكن هي دي سنه الحياه، وجماهير النادي الاهلي ما بيزعلش، لان جماهير النادي الاهلي هو يمكن رقم واحد مع لعيبته في احراز البطولات مع الجيل ده بالذات. وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل من اللي راح. كابتن ماهر انا بشكرك، كابتننا الكبير كابتن ماهر همام، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع الفاصل واكمل بعد الفاصل مع كباتن مصر. كابتن واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسية بالبريمير ليج، وذلك بعد صناعة هدفين لصالح الريدز في شباك ولفرهامبتون في المباراة اللي جمعتهم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة، واللي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف. وصنع نجم منتخب مصر هدفين لليفربول أمام ولفرهامبتون، فسجل الهدف الأول كودي جاكبو في الدقيقة 55 ليعادل النتيجة أمام أصحاب الأرض بهدف لكل فريق، بينما سجل أندرو روبرتسون بالدقيقة 85 من عمر المباراة. وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي ب 63 أسيست، متخطي رقم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق صاحب ال 61 أسيست في البريمير ليج. ولا يزال أمام صلاح فرصة كبيرة لزيادة رصيده في صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي والابتعاد بهذا الرقم القياسي، خاصة بعد رحيل رياض محرز عن البريمير ليج والانضمام لصفوف الأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي.
وأصبح محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 20 صانع للألعاب في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليواصل الفرعون المصري إبهار العالم بفضل مستواه المميز اللي بيقدمه مع الريدز منذ أن انضم للفريق الإنجليزي قادما من الدوري الإيطالي. مكملين مع حضراتكم وما زال حديثنا مستمر عن مباراة الأهلي بالأمس، ويمكن كانت بطولة مهمة في بداية موسم، وأكيد تكسب بتبقى في فرحة، بتبقى في كده نشوة للعيبة الحقيقة إنها كان بتبتدي الموسم بشكل مختلف، لكن ده ما حصلش، وبالتالي هو درس زي ما قال كابتن ماهر همام منذ قليل في مداخلته الحقيقة هيتعلموا اللعيبة في بداية موسم هو الأطول يعتبر في البطولات، لانك بطولات كتيره جدا السنه دي الاهلي داخلها، بالتالي الحصول عليها ده شيء مهم، انك تتقرص في البدايه ده شيء برضو بيديك جرس انذار للفتره القادمه. كابتن ابو الدهب اقول لك انا هو على فكره هو طلع محمد عبد المنعم فيرود يعني دي كانت او في ناس قالت لك ايه لا يعني انا مثلا دي كانت شايفها غلط يعني. طبعا بالنسبه لي غريبه جدا ان انت بتطلع كهرباء. قبل كده جوزيه عملها وحط وائل جمعه. لا بص يا فاروق، بص عايز انا اقول لك يا فاروق عايز اقول لك على حاجه جديده يا كابتن رضا. عنده كهرباء وعنده صلاح يا كابتن رضا يا فاروق فنش، هو عايز حد بيلعب بدماغه. طب ماشي، ما احط الثلاثه، احط كهرباء صلاح. يا كابتن انت بتقارن يا فاروق، انت بتقارن ايه بايه؟ تمام، وعايز اجيب انت يبقى نقول كده، انت بتقارن ايه بايه؟ دلوقتي كل ما نتكلم نقول احنا كنا زمان. لا انا بقول دلوقتي زمان يا فاروق احنا كان عندنا لعيبه كان بتاكل النجيله، كان بتتحمل مسؤوليه، كان لعيبه بتكلمك. خلي بالك حرام ان انت تقارن الاجيال اللي فاتت بالجيل ده او اي حد بالجيل ده يا فاروق. انت فكره حصلت، انت فكره حصلت، الفكره دي حصلت قبل كده، يبقى انت مفلس. ان انت عشان تعمل حاجه زي كده يبقى انت راجل مفلس. ازاي ان انا اطلع سردباك ماشي او اطلع كهرباء وبعدين انزل سردباك واطلع سردباك يلعب فيرود؟ ده مين اللي قال كده؟ مين اللي عملها قبل كده؟ يعني انت عايز تجيب انا مش عايز اجيب جول، يبقى انا اخلي كهرباء وانزل صلاح محسن عشان عايز حد بيلعب بدماغه. يابا ما تحط سيب كهرباء وتحط جنبه عبد المنعم وتحط جنبه صلاح محسن. انت ممكن واحد ياخد القريبه واحد ياخد كان يطلع مين طيب مكان طلع واحد من الاثنين كنت طلع ديانج والهجمات المرتده اللي بتحصل كنت انت طلعت عبد المنعم من المساك وتقول الهجمات ايوه بس ما انت نزلت مساك مكان اثنين في القلب برضه يا فاروق. بس ياسر ابراهيم واسمه ايه ده؟ طب انت قلت حاجه كويسه. رامي ربيعه يا كابتن رضا مش انت قلت وقف مع محمد هاني او علي معلول؟ طب ما ياسر ابراهيم بيلعب بدماغه كويس، كنت محمد هاني كنت ممكن تنزله. هم ما راحوش عليك، هم اخر ربع ساعه هم ازاي ما يخلوش الكره تبقى في التمرير. دي غير خطا يا فاروق. ده انت النادي الاهلي لما يكون انت بتقول الدنيا كلها انت ما عندكش فرود او راس حربه. متفق معاك يا كابتن رضا الحاجه الثانيه لو انت عاوز تنزل ياسر ابراهيم ما تطلعش محمد عبد المنعم فرود، لا ما تطلع ياسر ابراهيم عشان طويل وبيلعب بدماغه كويس، كنت حطيته هو اللي ينزل فرود على طول. انزل فرود، لكن ما ينفعش ان انا اروح منزله سيرد باك وبعدين هو نازل في الدقيقه هو محمد عبد المنعم ما هو نازل في الدقيقه 85 للنادي الاهلي، ما هو بيجيبها من كور ثابته. طب وليه ما انا ممكن اخليهم لكن مش هيتحرك زيه زي الفرود يا والله ممكن اخليهم الاثنين وارجع محمد هاني. احنا بنلعب فينا كده، ما انت خلاص بقى يا فاروق كل في كل. لا بتلعب فين ايه؟ ده الاهلي. طب وخسرت ليه؟ ما انت ماشي، ما انت ما تقوليش بقى سرد باكين، اثنين سرد باكات يطلعوا هم. طب هو انا الاهلي هطلع سرد باك ولا سرد باك يا فاروق؟ مش ياسر ابراهيم ده اللي جاب لك السنه اللي فاتت في الهلال وجاب لك ما اعرفش في الزمالك وجاب لك مش حصل؟ طب ومحمد عبد المنعم جاب، طب خلاص اطلع بقى الاثنين فراوده، ما كنتش نزلت صلاح محسن وطلعت الاثنين المساكين دول ونزلت حد تاني يقف في نص الملعب او في مساك معاه. مين اللي كان قاعد بره تاني؟ انت عندك صلاح محسن. لا سيبك بقى، احنا قلنا بقى نزل ياسر ابراهيم وطاهر محمد طاهر وقفشه وصلاح محسن وبيرسي تاو. انا كان رايي ان كنت تبدا ببيرسي تاو وقفشه وصلاح محسن. لكن انت يا فاروق التغييره ديت انا مش مفهومه بالنسبه لي ان انا اطلع سرد باك. ما انا بقول لك لكن انت عاوز تقول ايه؟ ان انا ما عنديش فرود؟ ما انت عندك صلاح محسن وعندك طب وانت بتطلع ماشي، ما انت كهرباء برضه ما يطلعوش. البطولات يابا اللي انت خدتها ما كانش في فيرود، كان لك كهرباء وكان حسام حسن ومشيته وشادي محمد قعدته، ما كانش عندك الا كهرباء بس وبيرسي تاو. صح وانت بتتكلم يا فاروق، ما احنا خلاص السنه اللي فاتت خلي بالك السنه دي هتبقى صعبه. كل الفرق دعمت بشكل كويس جدا وعاملين حسابهم على النادي الاهلي. بتكلم معاك في حاجه انت قلت لي لو كان حصلت كانت هتفرق جدا مع لعيبه الاهلي، ان تفضل لعيبه الاهلي في معسكر المنتخب ويلعبوا ماتش تونس. ايوه كان يلعبوا ماتش تونس يا فاروق، كان هتفرق معاهم لان لعيبه الاهلي ما لعبوش الا ماتشين، ماتش ودي في النمسا وماتش طلائع الجيش بس. ده كان هيفرق معاهم في بدايه الموسم قصدك. هتفرق بشكل كويس ان انت اللعيبه واقفه رجلها في الملعب وبتدي بشكل. وعلى فكره اللعيبه ما عندناش لعيب بيوجد ولا لعيب بيتعب ولا لعيب يقعد لك انا تعبان، اللعيبه بتلعب يا فاروق. اللعيبه في مصر يعني قرار الاهلي انت قصدك بما معناه قرار الاهلي بعودتهم ده كان مش مظبوط؟ بص مش مظبوط يعني. انا مش بتكلم، هو النادي الاهلي هو ليه وجهه نظر، بس انا عايز اقول لك على حاجه، اوعى تلوم النادي الاهلي في موضوع لعيبه المنتخب، انت ما تلومش الا اتحاد الكوره والمشرف على الكوره والمدير الفني. لا انت انا عاوز لو لعبه
لعبوا كانوا هيفيدوا النادي يعني ما انا ماشي، ما هو انت كنت لازم انا رايي كانوا يبقوا موجودين. كان رايك كانوا موجودين ويلعبوا ويشاركوا بنسبه كبيره. انت او كمان هتسافر السعوديه كان قرار خطا ان انت تخلي اللعيبه تمشي، كانوا يلعبوا ماتش تونس. ايه المشكله؟ تمام. لان كمان نظرك كانت هتفرق، لان انت بتقول ما لعبوش غير ماتشين، واحد في النمسا وواحد هنا، والماتشين اصلا ده انت بتلعب فرقه في النمسا ما اعرفش درجه كام، وطلع الجيش فرقه محترمه لكن برضه مش هي المحك اللي هي على اللي هي توصلك ان انت تلعب ماتش اتحاد العاصمه. وخصوصا ان انت انا من وجهه نظري وبقى مصمم عليها فاروق، واللي يزعل يزعل، لان احنا لعبنا في النادي الاهلي ولعبنا نظام المعسكر النمسا. انا من رايي النادي الاهلي ما استفادش بيه. مع كامل احترامنا طبعا، انا يمكن عشان عايز انتقل لمباراه الزمالك النهارده، كامل احترام لفريق اتحاد العاصمه، ولكن فرق شاسع. لا ده انت تحيه وتقول مبروك، تحيه ليهم لان هم كافحوا، والحقيقه النادي الاهلي هو اللي ساعد اللعيبه وفرقه اتحاد انها تصل الى البطوله الحقيقه. والحقيقه كمان تصريحات عبد الحق بن شيخه الحقيقه، وبيقول لك مدرب كويس، وصول للنهائي دايما بيوصل للنهائي بياخد البطوله. لا وبيتكلم دايما عن النادي الاهلي كويس. بص يا فاروق بيتكلموا عن النادي الاهلي بشكل كويس وبشكل محترم، فاكيد بتبقى نازله هيعملوا ماتشات كويسه. انا بس ليا ملاحظه فاروق، انت دلوقتي الكاس ده السوبر ده مش افريقي، هو كاس السوبر في اسيا بيتلعب في بلد افريقيه، مع احترامي بقى للسعوديه والامارات، هو ليه ما بيتلعبش في دوله افريقيه؟ لا دي مالهاش دعوه. لا مالهاش دعوه ازاي؟ خلي بالك انا بيتلعب في السعوديه. اشمعنى هتلعب في السعوديه؟ كابتن ايه المشكله؟ قبل كده كان في خطر على فكره لو تفتكر. ما تخبطش في الحلم. مش بنخبط في الحلم. ما تخبطش في الحلم. انا بقول لك ما هو خلي بالك برضه يا فاروق، عشان بقى برضه احنا يعني هو ده اللي اتكلمنا، ما احنا عشان بنتكلم خلي بالك ما هو الحكم انا اول مره اشوف حكم ده واضح ان الحكم واخد قرار انه يكلم لعيبه النادي الاهلي وحش وباسلوب مش كويس، عشان بس ما نلومش. احنا بنقول لا ما برجعش لورا، ما برجعش عشان نقول الصح ونقول الغلط. لا ما انت كده انت ما بتتفرجش على الماتش. لا زي ما احنا كنا بنتفرج سوا، بنتفرج سوا. الحكم كان بيكلم اللعيبه باسلوب مش كويس، ويجي عند لعيبه اتحاد العاصمه يكلمهم كويس. ايوه عشان لعيبه الاهلي اللي بتحتاج ازاي؟ كل كوره كان بيقول ما هو انت برضه ما اللعيبه عماله تضيع وقت بتاع اتحاد. عايز تجامل ومش عارف يا كابتن، مش قلت اجامل، انا بتكلم يا كابتن. دي وجهه نظر، انا وجهه نظري ان انا بقول لك اشمعنى بتتلعب واتلعبت مالكش دعوه بالكلام يا كابتن. ما فيش حاجه اسمها لا طب استنى، طب المغرب ما قلتش ليه؟ انا بغرب ايه؟ لما الاهلي كان هيلعب يا كابتن النادي بص عشان بعيد عن الفنيات، ما قلتش. خلينا بقى نقول الكلام بعيد عن الفنيات. خلينا نقول الاهلي يكسب في اي مكان يا باشا، يكسب في اي مكان والله العظيم. جمهور لكن اللي عمله الحكم استنى بس، لو كان هنا كان هيخش بالشكل ده. كان في اكنه في القاهره، ده في السعوديه الجمهور يعني. والنبي لو مع الحكم ده والله لو بتلعب في استاد القاهره. يعني انت بتحمل هزيمه النادي الاهلي دلوقتي التحكيم؟ انا مش بتكلم على التحكيم، أيوة انا بتكلم ان مباراه السوبر ليه ما بتتلعبش. يا فاروق يا فاروق ما تقولنيش حاجه. لا بتقول انا بقول وجهه نظري يا باشا، انا بقول وجهه نظري. انا بقول لك ان اشمعنى السوبر الافريقي بيتلعب في دوله اسيويه؟ ليه؟ عشان السوبر الاسيوي عندك الجمهور ما ياخدش الكاسات. ممكن يا كابتن مثلا ما دي كابتن ما نتكلم. اولا الاتحاد الافريقي يهمه جدا الامور الماديه والامور الجماهيريه، فالامور الجماهيريه موجوده اوريدي بالنسبه لكل الدول العربيه او كل الدول الافريقيه اللي بتشارك. انا بتكلم مفروض مع ثانيه واحده بس، في جزء مادي بيدفع للاتحاد للفرقتين والاتحاد الافريقي بيستفاد من الدعايه. هي اولا امور تسويقيه للكره الافريقيه كمان في اسيا. طب لا يعني هتسوقها في دوله. انا بقول لك السوبر الايطالي يلعبوا مثلا يعني في اثيوبيا ولا السوبر الايطالي بتلعب في السعوديه، ما تلعب في اي حته. لا عشان خلي بالك حاجه ثانيه. لا طب ايه رايك لما يجيبوا، طب ما يسوقوا ماتش السوبر الاسيوي ما يجيبوا يلعبوه في مصر؟ ماشي لو الاتحاد الافريقي عايز يعمل كده او اي لا الاتحاد عايز كده. لو في دوله عايزه تعمل كده من الدول الافريقيه اهلا وسهلا، مش هيبقى في مشكله. ايوه بس السعوديه لما استضافت النهائي اللي هو مش عارف اللي هو السوبر الايطالي فاكر. لا هو طبعا الاتحاد السعودي بتتعوض ماديا يا ابني. انا بقول لك مع احترامي، ما هو السوبر الاسباني. بص لو اتلعب في مصر النادي الاهلي مش هيستفاد تسويقيا زي ما هيستفاد السعوديه او في الامارات او في الدول العربيه. طيب. لان الفيزيتا بتبقى وبعدين كمان الجزء الجماهيري هناك مختلف لما يبقى لا هناك العروض بتبقى اعلى من هنا. تمام. طيب عشان اروح لمنطقه الزمالك